السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف عاملين؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا عاوتاني مره اخرى ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد الفطائر محشوه بالشوكولا، كتجي غزاله ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك وواحد الكومنت. اللي مازال ما اشتركتش عندي تشترك عندي، مرحبا بها والف مرحبا. المهم غادي ندوزو لطريقه التحضير، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير كيف ما هما ومضبوطه ان شاء الله. اذا بسم الله على بركه الله. اول حاجه البنات عندي هنا واحد الكاس ديال العنبه ديال الحليب دافي. عندي واحد الملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه. كذلك عندي 3 ملاعق ديال السكر حبيبات. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، انا عملت هنايا غير 3 ديال المعالق. صافي البنات غادي نخلط هذيك العناصر مع بعضها حتى ندوب داك الخميره مزيان مع داك الحليب الدافي. صافي البنات هنايا من بعد ما دوبت داك الخميره غادي نضيف واحد الكاس ديال الدقيق، الكاس ديال العنبه. الوزن ديالو البنات 100 غرام. غادي نخلطهم مع بعضهم البنات، وغادي نخلي داك الخميره ومع داك السكر باش يتفاعلوا مع بعضهم، وعاد غادي نرجع نكمل بقيه المقادير. طبعا غادي نغطيهم بشي منديل ديال الثوب اولا بالسلوفان، اولا انا غطيته هنايا بهذا الغلق ديال هذا البول هذا. وصافي غادي نخليهم يتفاعلوا مع بعضهم. هنايا البنات عندي واحد التفاحه من بعد ما غسلتها مزيان، وغادي نقيها من داك القشور ديالها وداك هذاك الحبيبات ديالها. صافي غادي نقيها وغادي نقطعها طريفات صغار اولا مربعات صغار باش نسهل على المولينكس ديالي. من بعد ما نقيتها البنات التفاحه ديالي غادي نزيد هنايا واحد 2 معالق كبار ديال رقائق الشوفان. غادي نزيد كذلك اصفر عفوا بياض البيضاء والصفر احتفظت به حتى الاخر. وغادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الزيت، زيت نباتي. بالنسبه لرقائق الشوفان البنات اختياريا، الا بغيتو ما تحطوهمش. صافي غادي نطحن هذوك العناصر اللي وريتهم كلهم، وحصلت على هذا الخليط هذا كيف ما شفتوا البنات. وصافي غادي نضيفو على الخليط ديالي اللي حضرت معكم ديال الخميره والحليب. صافي البنات كيف ما شفتوا راه الخليط ديالي هو هذا. ودابا غادي نبدا كنضيف الدقيق. الا عقلتوا راني ضفت الكاس الاول، دابا هذا الكاس الثاني، الكاس الثالث البنات. وصافي كنخلط الخليط ديالي بواسطه هذا سباتولا، ومن بعد غادي نخدم يدي كما العاده. اذا باقي خصني نزيد الدقيق البنات هنايا. غادي نضيف الكأس الرابع البنات. عقلوا مزيان، هذا هو الكأس الرابع اللي ضفت عبار هو هذاك البنات جاني، يعني هذا الكأس هذا. وصافي غادي ما غاديش نزيد فوقه دقيق، غادي نكتفي بهذا الكؤوس اللي عملت معاكم. وصافي غادي نخلط باليد ديالي دابا حتى نحصل على واحد الخليط اولا واحد العجين اللي هو لين ولكن كيلتصق في اليد البنات.
هذا هو السر ديال هاد الفطائر هادو. يعني كيجي العجين خفيف مره كيف ما شفتوا. كنخليه على هذا القوام هذا، ما كنزيدش الدقيق نهائيا، فقط كنستعمل واحد القليل من الزيت في اليد ديالي باش ما كيبقاش يلتصق معايا بزاف. صافي البنات، هنايا غادي نرجعو في البول اللي خدمته فيه وغادي نخليه يختمر للمره الثانيه. غادي نغطيه طبعا وغادي نخليه شحال ما خليتوها البنات شحال ما مزيان. هنايا المقطع اللي يعني فاش اختمر لي ضاع لي البنات. صافي هذا هو القوام اللي حصلت عليه في الفطائر ديالي. غادي نبدا كنشكلهم على شكل كويرات. انا عملتهم على هذا الحجم هذا، وانتم يعني كتحكموا في الحجم اللي حبيتو، ممكن تصغروهم او تكبروهم على هيدا. صافي البنات، هنايا من بعد ما شكلتهم كويرات كنضغط عليهم واحد شويه غير بالاصابع ديال يدي، وصافي كنوضع واحد الكميه ديال الشوكولا. انا عندي هنايا الشوكولا ديال الدهنه البنات، ممكن تستعملوا اي شوكولا عندكم متوفره في الدار ديالكم او في البيت ديالكم. صافي غادي نبقى كنجمع العجين ديالي على هذا الشكل هذا حتى نشكلوه بهذه الطريقه هذه البنات. راها سهله وبسيطه جدا. وصافي غادي نستمر بنفس الطريقه. غادي نعمر كاع الفطائر ديالي اولا كاع الكويرات ديالي اللي عندي كلهم بالشوكولا. بالنسبه للشوكولا، الكميه ديال الشوكولا نتوما كتحكموا فيها، ممكن تعملوا غير شويه اولا تكثروا على حسب انتم وشنو كيعجبكم. صافي البنات، غادي نستمر بنفس الطريقه وهانتوما معايا. من بعد ما شكلت كاع الخبيزات ديالي اولا الفطائر ديالي، غادي نجيب واحد المقص يكون حاد مزيان البنات، وغادي نعمل هاد الحركه هذه. كنعمل واحد المهم واحد العلامه في بحال هاد الشكل هذا، كتعطينا واحد المنظر مزيون. هانتوما غتشوفوا في الاخر كيفاش غيجي وغادي يعجبوكم البنات. هاد الحركه هذه بغيتو تعملوها عملوها، ما بغيتوش بلاش، ولكن صدقوني كتعطيها واحد المنظر مزيون. يعني انتم كتعرفوا العين كتاكل اقبل من الكرش ديالنا، سبحان الله. المهم هنايا هذاك الصفر ديال البيض اللي احتفظت به في الاول البنات وهو هذا. يعني غادي ندهن به الفطائر ديالي او القريشلات ديالي. غادي ندهن به الوجه ديالهم وحتى دوك الجوانب البنات باش كتجينا يعني محمرين من جميع الجوانب. من بعد ما دهنتهم بالصفر ديال البيض غادي نرشهم بشويش ديال الجنجلان اولا السمسم الابيض اولا اللي متوفر عندكم البنات. اللي ما عندها السمسم ممكن تستعمل السانوج اولا كاع الحبوب اللي كتفضل هي. صافي هنايا راه الفران ديالي كيسخن البنات وغادي ندخلهم يطيبوا على خاطرهم. هانتوما يا البنات كيف ما شفتوا تبارك الله راهم طابوا ليا ما شاء الله، جاو غزالين فينين ما شاء الله. كنتمنى انكم عفوا تجربوهم بهذه الطريقه هذه، كيجيو فنين وساهلين البنات ومنسمين. كيجيو بداك النكهه ديال التفاح، كيجيو منسمين، غادي يعجبوكم صدقوني. المهم هنايا فقط للتزيين غادي نزين بالقليل من السكر كلاصي. غادي نزينهم الوجه ديالهم بهذا الشكل هذا، ودوزت واحد شويش ديال الشوكولا اولا يعني عملته في حمام مريم وذوبته مزيان، وغادي نزين به على هذه الطريقه هذه.
بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يعني بغيتو تعملوا هاد الاضافات اللي درت انا اعملوهم، ما بغيتوش يعني على حسب نتوما. ولكن يعني بالنسبه الا كانوا عندك ضيوف او لا كنتي عاد تستعملهم في مناسبه ولا شي حاجه، يعني راه يعني ضروري تستعملي هاد الطرق هذه، لانه كيحمروا الوجه تبارك الله، وغادي يعجبوك ويعجبوا ضيافك او وليداتك. المهم البنات، كانت هذه هي النتيجه تبارك الله. جاو ما شاء الله مفشفشين وقطنيين، والمذاق ديالهم منسم تبارك الله بديك التفاح غزال. غادي نقسم معاكم وحيده وغادي تشوفوا على عينيكم، يعني راهو شارحين راسهم براسهم، يعني كلشي باين واضح في الصوره. هانتوما البنات تبارك الله جاو مفشفشين ومقطنين من الداخل. وصافي البنات، هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون عن حسن الظن ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلي لي واحد لايك وواحد الكومنتير يكون محفز باش نتشجع ونزيد القدام ان شاء الله باذن الله. شكرا بزاف على وقتكم، وشكرا بزاف للناس اللي وصلوا معايا الفيديو حتى لهنايا، وغادي نخليكم هنا على خير وبخير. تهلاو ليا فراسكم، بسلام عليكم.